احلى كيكة ممكن تجربوها كيكة بالكريمة هشة وجميلة جدا ومن غير فرن يا جماعة، من غير فرن وبمكونات بسيطة جدا كلها موجودة في البيت. هنعمل الكيكة الجميلة ديت وهي في نفس الوقت ما بتاخدش وقت، هي بتبقى التسوية على البوتاجاز مش في الفرن، وبصوا عالية وجميلة جدا. ممكن لو عايزين عندنا اي مناسبة عيد ميلاد حد في الاسرة، عايزين بدل ما نجيب تورته او اي حاجة نعمل الكيكة دي في السريع، بتبقى لذيذة جدا وشهية شيقة قوي بالنسبة للولاد كمان، وتزينوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. فعلا يا جماعة طريقتها سهلة جدا وتحضيرها سريع، وزي ما قلت لكم هي لا بتحتاج فرن ولا اي حاجة. بصوا هشة وطرية والطعم في منتهى الجمال. هنبدأ بقى في الوصفة. هنجيب 4 معالق من السمنة السايحة، 4 معالق من السمنة السايحة عليهم 4 معالق من الزيت. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصفة وفي آخر الفيديو. تمام، بعد كده هننزل عليهم بكوباية من السكر وهنقلب الكلام ده. هنا استخدمت المضرب اليدوي، ممكن لو عايزين تستخدموا مضرب الكهرباء مفيش مشكلة، بس النتيجة واحدة يعني لو مش قادرين وعايزين حاجة سريعة ممكن تستخدموا مضرب الكهرباء. بنقلب ولغاية لما بيمتزج السكر مع السمن والزيت، وبعد كده ننزل بالبيض 3 بيضات كبار، او ممكن لو الحجم البيض صغير نستخدم 4. وبندمج الكلام ده كله كويس قوي لغاية لما يمتزج. طبعا هنا انا شايفة ان الضرب بمضرب البيض كان كفاية بالنسبة لي، ما احتجتش ان انا استخدم مضرب الكهرباء. هنا بقى طالما في بيض يبقى هنستخدم فانيليا. هنا انا استخدمت كيس فانيليا، بس انا استخدمت فانيليا بالبرتقال عشان بتدي مزازة كده للكيكة. لو انتوا عايزين تستعملوا فانيليا عادية مفيش مشكلة. بنقلب الكلام ده كله لغاية لما يمتزج، وبعد كده بنكون محضرين بقى عندنا بصوا احنا بنمزج هنا مزج كويس قوي. تمام، اهم حاجة ان انا ما بين مكون والتاني بنقلب كويس قوي لغاية برضو تمام الامتزاج. وبننزل بكوبايتين من الدقيق، ويكونوا طبعا مضاف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا، معلقة شاي صغيرة، او ممكن المعلقة المعيارية 5 مللي بتوع المعلقة المعيارية. تمام، ولو ما عندناش معلقة المعيارية يبقى بمعلقة الشاي. بندمج الكلام ده كويس قوي، وطبعا بنضيف هنا الدقيق تدريجي، نضيف حبة حبة ونبتدي نقلب لغاية لما يمتزجوا كده. مش هنحتاج، الدنيا مش هتكلكع معانا، ومش هنحتاج ان احنا نصفي العجينة بعد كده او نصفي السائل ده. هيمتزجوا على طول من غير ما نتعب في اي حاجة. هنا افتكرت ان انا في كوباية لبن ناقصة فضفتها، طبعا كانت لازم تتضاف مع المواد السائلة، بس انا ضفتها لما افتكرت ان هي كانت ناقصة. وبوصل هنا بالعجينة للشكل ده. خلي بالكم العجينة هنا اخف من عجينة الكيك العادية، لان هو التسوية هنا طبعا زي ما قلت لكم بطريقة مختلفة. بعد كده بجيب صينية مقاس 24 وبدهنها سمنة. تمام، وابتدي اصب فيها العجينة، عجينة الكيك ابتدي اصبها، السائل ده بتاع الكيك اصبها. تمام، وبعد كده هحطها، طبعا بديها خبطتين كده علشان تبقى متسوية وما يطلعش حتة عالية وحتة واطية، ودي تركية مهمة جدا علشان تطلع الكيكة كلها سوا واحد. بحطها على البوتاجاز لمدة 20 دقيقة واوطي عليها على نار هادية. خلي بالكم يا جماعة نار هادية ونوطي عليها. بعد كده بجيب اكياس اللي هي بتاعت اي نوع ده كويس، دريم ده من كريم الشانتيه، وببتدي ان انا احطه بجيب 3 اكياس وبحطه هنا في محضر الطعام بالسلاح ده اللي هو بتاع الكريم شانتيه، او لو ما عنديش ممكن بمضرب البيض. وبضيف هنا مضرب الكهرباء العادية يعني. وهنا بضيف المية متلجة بالتدريج يا جماعة لغاية لما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. بصوا هنا انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه فوقفت اضافة للمية. بحط طبعا الكلام ده في التلاجة لغاية لما الكيكة تخلص وتبرد.
هنا بصوا خلي بالكم ان العجينه دي بتكون ايه، بتكون ما تاخروش عن تلت ساعه على نار هاديه عشان العجينه دي بتكون فاتحه. وطبعا بتشك عليها بالخله وبلاقيها تطلع نظيفه. هنا ضفت نص كوبايه من اللبن على الكيكه، بتدي طراوه للكيكه وطعم مميز جدا. المفروض ان انا بسيب الكيكه تبرد خالص وبعد كده ببتدي احط الكريم شانتيه، بس هنا عشان كنت مستعجله ما كانتش بردت قوي فهو غلبني شويه في الفرد، لان طبعا الكيكه سخنه فالمفروض ان الاتنين بيبقوا ساقعين، يعني الصح ان الكيكه تبرد والكريم شانتيه يبقى ساقع علشان تضيفوا الكريم شانتيه بشكل يعني سهل عليكم. بنحط بقى الكريم شانتيه بنوزعه كويس قوي وبسخاء يعني ماشي، وبنوزع تمام كده، وبنوزع كمان من الجناب كل حتة في الكيكة بدي حقها من الكريم شانتيه. بخلص كل الكمية وممكن بقية الكريم شانتيه بحطه في الكيس الحلواني وبوزع بزين بيه اكتر، وبزين هنا بالشوكولاتة الشيبس جبت حطيتها، ممكن شوكولاتة سبرينكلز ممكن اي حاجة عندكم تزينوا بيها، ممكن فراولة، ممكن اي حاجة بتحبوها. التزيين ده خاص بيكم وعلى كل واحد حسب ذوقه. بس كده، وبون ابيتي يا جماعة، ان شاء الله يعجبكم. جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعتمدوها، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. بون ابيتي.